حاول ما تموتش في ال10 سنين اللي جايين، عشان يمكن بعد كده تقدر تعيش على الاقل 100 سنه زياده او يمكن اكتر كمان. خليني اشرح لك الكلام على ايه. اللي بقوله ده مش خيال علمي، ده كلام خارج من اكبر اسماء في عالم مكافحه العجز والشيخوخه، واللي بيقولوا ان ال10 سنين اللي جايين هم خط النهايه. لو عديتهم التكنولوجيا اللي بتوقف العجز هتبقى جاهزه. الفكره كلها مبنيه على التقدم المرعب اللي حصل دلوقتي في الذكاء الاصطناعي، بالذات تعديل الجينات. والموضوع ببساطه كده من غير ما ادخلك في تفاصيل معقده، مش في الجينات نفسها، المشكله في الاوامر اللي الجينات بتشتغل بيها. ولما الاوامر دي بتتلخبط جسمك بيبدا يعجز ويضعف. وعلى كلام ديفيد سانكلير، واحد من اشهر علماء الجينات في العالم، الشيخوخه دي مش قدر ولا حاجه لازم تحصل، بالعكس دي مرض وممكن يتعالج زي اي مرض تاني. والمرعب بقى ان التجارب فعلا نجحت في الفئران، وقدروا يوقفوا تدهور العمر باكتر من 20%. ومش بس كده، دول كمان رجعوا الفئران لشكل اصغر واقوى. يعني مش بس انتي ايجينج وهيخليك تبطل تعجز، دول كمان بيعملوا ريفرس ايجينج وهيرجعك صغير تاني. والسؤال بقى، لو فعلا قدروا يوصلوا انهم يوقفوا العجز، تحب تعيش فتره اطول ولا تخلص بدري بدري؟